النهاردة هكلمك عن جدول كامل لطفلك في الفطام بداية من 6 شهور. بس لازم الأول لو انت مش متابعاني، أنا دكتورة مروة البرلوسي، أخصائي الأطفال وحديث الولادة. ولازم أأكد إن الفطام مش معناه إن احنا نفطم الطفل من الرضاعة ما ياخدش حليب نهائي سواء من الأم أو حليب صناعي. لا، الفطام عندنا معناه إدخال الطعام للطفل مع الرضاعة مع وجود الحليب. أول حاجة احنا عارفين علامات استعداد الطفل للأكل، ان هو تلاقيه لما بتقربي الأكل لبقه بيفتح بقه، ان هو لما بيشوفك بتاكلي بيبقى عنده شراهة للأكل فبيرمي نفسه على الأكل، ان انتي بتلاقيه ما بيطلعش الأكل بلسانه، تلاقيه بيعرف يقعد علشان يعرف ياكل، بيعرف يمسك المعلقة. دي حاجات كلها بتدل ان الطفل مستعد دلوقتي ان احنا ندخله الأكل. طب ايه الجدول اللي احنا ممكن جدول يوم كامل نقدر نبتدي بيه أكل للطفل؟ أول حاجة الفترة الصباحية بتاعة الرضاعة علشان الطفل ياخد طاقة، فاحنا أول ما يصحى بيرضع عادي سواء طبيعي أو صناعي وبياخد رضعته كاملة. بعدها بساعة أو ساعة ونص هنعمل له خضار مسلوق زي جزر، بطاطس أو كوسة. واحنا في الحاجات اللي مشهورة ان هي ما بتسببش حساسية، الدراسات الحديثة قالت ان احنا ممكن نقدمها له لمدة يوم. الحاجات اللي بتسبب حساسية او فيها خوف زي البيض او زي القشريات، الاسماك، المكسرات، كلها بنضيفها على 3 ايام علشان نتأكد ان الطفل ما عندوش حساسية منها. فاحنا اول ما هنبدأ مثلا بخضار مهروس مطحون جامد، لان دي اول بداية لينا، ومع الوقت هنبدأ نخشن الأكل. فهنديله خضار مثلا زي الجزر، البطاطس، الكوسة، نسلقهم ونهرسهم كويس. بعدها بساعتين هترضعيه تاني، وهنا بقى ينفع ندي المية مع دخول الأكل. ممكن تبدأي تشربيه بكوباية سيليكون أو تبدأي تشربيه من الكوب العادي بالراحة، وخلي بالك علشان ما يشرقش. لو انت قلبك جامد وقررتي ان انت تخلي الطفل ياكل بنفسه، ظبطي له المكان بتاعه واديله معلقة مخصصة للأطفال مناسبة لسنه، ويحطي الأكل قدامه وخليه يلعب، بحيث ان هو يبقى عنده فضول ان هو يحاول يعمل كوردينيشن او يظبط ايديه ان هي يقدر يوصلها لبقه. مع الوقت بالتدريب هتلاقيه بيعرف ياكل لوحده. بعدها بساعتين ممكن نديله نوع فاكهة مهروس مثلا زي التفاح، نشيل القشرة بتاعته ونسلقه ونديهوله، او كمثرى او موز حتة صغيرة ونهرسها كويس علشان نضمن ان هو ما يشرقش فيها. طبعا في فاكهة زي العنب الكرز او الكريز او الفراولة، الحاجات دي مش ده وقتها خالص عشان ممكن تسبب اختناق للطفل. او الفراولة معروف عنها ان هي بتسبب الحساسية لبعض الاطفال. بعد كده لو الطفل بياخد قيلولة وقت العصر، ممكن بعدها يصحى يرضع تاني. ممكن ندي شوفان مع اللبن بتاعه، بس لازم يكون معمول من قبلها بنص ساعة عشان يطرى ويعرف يمضغه وما يشرقش فيه. او ممكن ندي كوسة مهروسة مع رز مهروس. طبعا احنا بنعرض عليه الاكل في الفترة دي، ما بنضغطش عليه نهائي، احنا لسه بنجرب، ومش لازم يخلص الطبق، ممكن ياكل معلقة واحدة بس كفاية. احنا هنا لسه بنعوده على ان في حاجة اسمها اكل، وان هو ازاي يقدر يبلع الاكل. ففي الاول احنا بنضغطش عليه. بالليل وقت النوم بنديله رضعة بحيث يعرف ينام. تحاولي ما تديش اكل بالليل بحيث ان هو ما يجوعش. او لو عايزة تديله ممكن نديله شوفان برضو باللبن بتاعه او لبن متشفط. اهم حاجة اللي انا باكد عليه، مفيش عسل، مفيش سكر، مفيش ملح، مفيش لبن حليب بقري. الحاجات دي ممنوعة ممنوعة قبل عمر السنة. ينفع نقدم مكسرات على هيئة زبدة بس تدوبيها كويس علشان ما تعملوش اختناق، وبنقدمها حاجة بسيطة جدا علشان نعود الجهاز المناعي بتاعه انه ما يحصلوش منها حساسية. ممكن نقدم الأسماك عادي من 6 شهور بس القشريات لا، بنأجلها لبعد السنة علشان ما يحصلوش منها حساسية. انا عايزة اقولك ان انتي مش في سباق، وفي نفس الوقت مش لازم تأكلي الطفل غصب عنه. سيبيه يلعب وسيبيه يستكشف. ممكن تعملي له اكل على هيئة صوابع بس تكون سهلة المضغ. ما تخافيش،
بس خليكي جنبه وخليه تحت عينيكي. في الأول قدميه مهووس، وبعد كده ممكن تخشني مع الوقت، علشان ده بيأثر على الكلام وبيأثر على المضغ بعد كده والبلع. اكتبي لي في الكومنتس بدأتي تأكلي طفلك ولا لا، وايه أفضل الأكلات اللي بيحبها. وتابعيني، لو ما عملتيش سبسكرايب اعملي سبسكرايب للقناة، واعملي شير عشان تنفعي أي أم ابنها في مرحلة الفطام.